اهلا بحضراتكم. ناس كتير دايما عندها مشكله في الوزن، يا اما الوزن زايد يا اما الوزن قليل، وعايزين نظبط الوزن وبنحتك ببرامج تغذيه وبنروح لاطباء ممتازين بيحطوا لنا برامج مختلفه كلها بتدور حوالين ان انا اعمل برنامج مناسب لجسمي، بمعنى ان هو يكون بيديني الغذاء المتوازن واللي انا محتاجه. بس السؤال هنا هو ايه هو الغذاء اللي انا محتاجه؟ وهل اللي ينفع لي بمعنى اخر ينفع لحد تاني؟ بمعنى اخر، هل البرنامج اللي بيتحط دوت لو انا اخدته واخويا او اختي او زميلي او مراتي او جوزي اخده هنحقق نفس النتائج؟ الإجابة هنا هو لا، لأن في فرق في الجسم ما بين كل واحد والتاني، وفي فرق لاستجابة الجسم للغذاء ما بين كل واحد والتاني، وبالتالي أنا محتاج أعرف خصائص جسمي وإزاي بيستجيب للغذاء، الأغذية المختلفة أو العناصر الغذائية المختلفة، وبالتالي إزاي افصل برنامج مخصوص لجسمي. وهو ده اللي بيعمله تحليل الدي ان ايه من انجين. تحليل الدي ان ايه للتغذيه عندنا بيدي لك ريبورت او كتالوج نقدر من خلاله تتعرف على جسمك، وبالتالي تقدر تعمل البرنامج المناسب لجسمك والمفيد ليه.